مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عادت في صباح الفل يا سيدي. عايزين نمضي الورقه دي. انت تبع مين؟ مش تبع حد. فتح يا عليم يا رزاق يا كريم. طب استريح شويه بس عبال ما السيستم رايح يشتغل. حد ايه يعني؟ يا سيدي استريح اناديلك شويه بس. صباح الخير يا باشا. صباح الفل. عامل ايه؟ اؤمر. كنا عايزين نمضتك بس. مين اللي بعتك يا باشا؟ تبع استاذ حسام الرئيس. احلى امضه لاحلى حسام بالريس، وادي امضتي. لمي. ايه برد. ماشيه رشوه ولا ايه؟ احنا في رمضان. رشوه يا اخي، حسبي الله ونعم الوكيل، الراجل بيهديني بقت رشوه. يا صباح الجمال يا حبيبنا حبيبنا. الصلاة على النبي. 200 300 400 550. اللي احنا شفناه ده مشهد بيحصل كل يوم، وزي ما شفت كده المرتشي ده شخص موجود حوالينا في كل مكان وما عندوش ضمير. كل هدفه انه يجيب فلوس باسهل الطرق وباي شكل، ما يفرقش معاه حلال او حرام. ولو حاولت تفهمه ان اللي بيعمله ده غلط هتلاقيه بيطلع لك 1000 مبرر. طب الحل ايه مع الناس دي؟ الحل اننا ما نسكتش وناخد موقف. وعمليا خليني اقول لك تعمل ايه. اي مكان تروح دور على مكتب المدير فين، عشان لو طلب منك حاجه زي كده تعرف انت هتكلم مين. واغلب الاماكن دلوقتي موجود فيها ارقام للشكاوي تقدر تبلغ عن طريقها، عشان لو طلبت منك حاجه بالشكل ده ما تخليش حد يستغلك ويبتزك ويطلب منك فلوس وانت توافق. قوي قلبك وارفض، عشان لو كل واحد فينا سكت دلوقتي هنزعل قدام. ولا انت شايف ايه؟ هستناك تقول لي في الكومنتس. الفلوس دي ترجع لاصحابك.